في عز الزحمة وانت وسط الناس، وسط الصحاب، وسط الضحك، ممكن تلاقي نفسك فجأة حاسس انك لوحدك، حاسس انك مش مفهوم، مش مسموع، ويمكن اصلا بالنسبة لك مش مهم. انت جربت الشعور ده؟ شعور الوحدة مش بسبب انك قاعد لوحدك، لكن بسبب انك مش متشاف. ليه بتحس بالوحدة رغم وجود الناس حواليك؟ وايه الفرق بين العزلة والوحدة؟ وايه العلامات اللي تقول انك انت عايش حياة سطحية؟ وايه اسباب الجرح اللي مخلياك انك انت دايما حاسس جواك بالفراغ؟ ازاي بقى تطلع من ده كله وتعيش بجد؟ لان انت لقيت نفسك في كل حاجة انا قلتها. ازاي ترجع تحب نفسك ويعني تحب الناس تاني؟ لو جينا نتكلم مع بعض عن الوحدة مش معناها انك انت دايما لوحدك. هي معناها وحدة، المعنى الحرفي ليها كده، بس هي مش معناها انك لوحدك. والوحدة مش بتساوي قاعدة لوحدك. الوحدة اللي هي وحدة بجد انك تحس انك مش متشاف، انك تبقى قاعد وسط الناس، تبقى بتتكلم وتضحك بس من جواك عندك فراغ، مش حاسس بالوجود. اوقات او يمكن دايما بتحس ان كل الناس اللي عندك بتعرف تحكي بس محدش عارف يسمعك، او يمكن تكون بتحاول تعبر بس محدش فيهم كلهم عارف يفهم قصدك. تاخد بقى في اوقات كتير بتختار ان انت تسكت، مش لانك مش عارف تتكلم، لانك خلاص زهقت من كتر الشرح. اوقات بتحس ان وجودك مش فارق، لو مشيت من مكان او اختفيت لفترة حد هياخد باله، لو بعدت يومين مين هيسأل؟ وده مش ضعف، كل اللي انا بقوله لك انت لو حسيت بيه انت مش ضعيف، ده حد بيناديك، بينادي على نفسك وبيقول لك الحقها مش ارميها. سألت نفسك قبل كده هو ليه بيحصل الوحدة دي؟ لو كنت بتتعاقب لما بتعيط او بيتقالك كبر دماغك وانت صغير، فغالبا انت كبرت وانت مش عارف تعبر عن مشاعرك، وكل مرة بيحصل معاك كده كنت بتحاول انك انت تبقى حقيقي، وكنت دايما بتتاخد على قلبك الضعيف وبتسكت، فكبرت وتعلمت انك لازم تكتم. علاقاتك السطحية، الناس حواليك كتير بس كام واحد عارفك بجد؟ كام واحد تعرف تحكي له ضعفك من غير ما يحكم عليك؟ تخيل كده معايا تبقى محاط ب50 شخص وانت مش عارف تلاقي لك واحد تحس انك انت مرتاح وانت متكلم معاه، او تحس ان انت مرتاح وهو حواليك. ده اسمه دلوقتي كل الناس مضغوطة، كل الناس مشغولة، مفيش وقت للكلام الحقيقي، بقينا بنتكلم مع بعض في لحظتها، بعدين تتري بعدين ونتقابل تتري، صح؟ بقاش في حد عنده وقت انه يسمع حد. كل الناس لو انت بتنزل فيديوهات تتكلم فيها مع الناس على السوشيال ميديا ممكن اصحابك يتفرجوا عليك، بس مش هيتفرجوا عليك الا لو هما ما يعرفوش انت مين. حتى هما يعرفوك مش هيتفرجوا عليك. المفروض ان انت بقى فاضي تسمعهم، لكن ما عندكش وقت تسمع نفسك، بس تقدر تقول لهم انك انت كمان مش فاضي انك تسمعهم. تكرار ان الناس تكسر فيك وتغزلك، كل مره بتحاول تقرب وتفتح فيها قلبك، حد يستهزأ بيك او يسمعك شويه ويضحك عليك او يتريق ويقلل منك اكتر، تسكت ويعلمك ازاي تسكت اكتر. ومع الوقت بتحس ان خلاص عمر ما حد هيحس بيك وانك لوحدك في عركه الدنيا. فكره بقى محدش عارف يفهمها، ان السوشيال ميديا دوشه مش امان، ولا فيها اي حد يطمنك زي ما انت فاكر. السوشيال ميديا دوشه، كل الناس بتضحك وتتصور فيديوهات كتير وتوريك حياتها، بس مفيش اي حد حقيقي، مفيش تواصل حقيقي. بتحس بالناس من وشهم ومن دايره صغيره سودة من بره. بتشوف الناس فرحانه دايما، بتقول لنفسك انا ايه ده؟ مش طبيعي، دي مش حياه، وليه انا حاسس بالوحده وهم عايشين حياتهم مبسوطين وبيشوفوا ناس وكده؟ بس عمر ما حد هيقولك ان هو ضعيف او بيزعل، او ممكن يكون كل اللي انت شايفه ده وهو في الاخر يمكن حاسس بالوحده اكتر منك. تعال بقى مع بعضينا كده اقول لك ايه العلامات اللي ممكن تخليك تحس انك انت او تقول انك انت ممكن بجد حاسس بالوحده. بتضحك كتير جدا ودايما مبتسم في وشوش الناس بس من جواك مش مرتاح. بتنام وانت ماسك التليفون علشان بس تهرب من دماغك وما تفكرش. مش فاكر اخر مره امتى حضنت حد وكنت مبسوط ومصدق. بتحس دايما انك تقيل على الناس فبتبعد. بتفكر تكتب كلام كتير للناس وفي الاخر بتمسحه، وبتقول لنفسك كتير وبتزعلها ان انت مش مهم. بتعيش على وضع الصامت، مش بتعترض، مش بتشتكي،
مش بتفرح. كل دي علامات بتقولك انك محتاج ترجع للناس الحقيقية، بس قبل ما ترجع لهم ترجع لحد مهم واللي هو نفسك. الفرق بقى يا سيدي بين العزلة والوحدة قلناها قبل كده. العزلة ده شيء واعي، انت بتنعزل عشان تلحق وتفهم نفسك وترجع تاني. لكن الوحدة ده شعور غير مرغوب فيه، ممكن تحس بيه والناس حواليك عشان انت مش متشاف. اختصارا للفيديو الطويل اللي اتكلمنا عنه، ان العزلة علاج والوحدة جرح. العزلة فيها سلام، الوحدة فيها وجع. العزلة مؤقتة وهتعدي، الوحدة مزمنة لو ما خدتش بالك منها وممكن تدمنها. العزلة بتخليك أجمد والوحدة بتاكلك بشويش. ازاي تطلع بقى من اللي انت فيه ده في أسرع وقت؟ كل مرة، كل يوم، كل ما تقابل حد وتحس بأي حاجة اعمل تشيك ان مع نفسك أول ما ترجع. كل يوم اسأل نفسك عن كل حاجة بتحصل مع كل الناس وانت حاسس بإيه. كلمها. مين نفسك يفضل معاك تبقى بتحضنه كده وانت بجد مبسوط وحاسس بده؟ ابدأ اكتب يومياتك، ومش لازم لحد، لنفسك عشان تتعلم منها. خلي عندك مساحة تعبير ليك انت. خليك حقيقي وصدق الناس اللي تستاهل قريبة منك. جرب تحكي لحد بتثق فيه وشايف انه يستاهل الثقة دي، حتى لو جملة واحدة بس. انت بس جرب. ابعت رسالة من غير ما تفكر لحد انت حاسه انه مريحك. قول له انك محتاج بس تتكلم شوية. قلل من علاقاتك البلاستيك اللي عاملين زي الطبق اللي بتاخده من المطعم عشان خاطر لما تخلص تكرمشه كده وترميه. قلل منهم. مش لازم يكون عندك 100 صاحب، ده ممكن يبقى عندك واحد بس بيسمعك بجد ويبقى يكفي. واوعى يكون في حد ما بيقدركش وتتعلق بيه. ما تتعلقش بحد لمجرد انك انت قلقان انك تبقى لوحدك، عشان في الاخر هتبقى لوحدك. تبقى لوحدك من غير حد احسن بكتير من انك انت تحس بالوحده وانت حواليك ناس. تحس بالوحده بس احسن ما تحس انك انت مش متشاف. ابني لنفسك مساحه تريحك، عشان لو حسيت انك انت لوحدك تبقى عارف ان في حاجات من غير الناس بتعوضك عن ده. جرب دعم صغير حتى لو اونلاين، انك تتفرج على فيديو يدعمك، مش لازم حد يتكلمه. شوف ناس بتشارك اهتماماتها في الجيم والكورسات والتطور اللي هم فيه من نفسهم لوحدهم. مارس التواصل الحقيقي. كفاية كلام مع الناس على الشات وعلى التليفونات. شوفهم، بص في عينيهم، اسأله انت ازيك بجد وحس رده. شوفه بجد حقيقي من جواه ولا لا. اهتم بنفسك علشان ما تحسش بالوحدة، علشان تحبك. نظم نومك، اكلها الاكل الحلو، شربها اللي هي عايزاه، اهتم بيك وبجسمك. واهم حاجة ابعد عن الناس اللي بتنزلك وبتهبطك وبتكسر فيك. ادي نفسك شوية كده الراحة وطمنها. طمنها شوية. فرجع على فيلم مريح، اشرب لك كوباية دافية تدفيك انت من جواك. انت مش محتاج حاجة تانية. مش لازم دايما الناس تبقى موجودة، والله انت نفسك معاك. هحكي لك قصة قبل ما اختم عن شخص كان دايما حاسس بالوحدة، ولما بدأ يواجه نفسه ويعبر ويسمح للناس انها تقرب منه ويجرب، بدأت مشاعره تتغير. كان اسمه كريم. كان دايما بيضحك وسط الناس شايفاه خفيف الدم وحلو، بس محدش كان يعرف انه بيرجع كل يوم البيت يعيط. مش علشان حصل حاجة، بس هو حاسس بس وعنده شعور ان هو مش متعلق بحد. لما بدأ يحكي لصاحبه اللي في الجيم، اللي بيشوفه كده بس في الجيم، حتى معهوش رقم تليفونه، انه حاسس ان هو تعبان، اكتشف ان صاحبه اللي في الجيم اللي بيتكلم معاه بس لما بيكونوا في الجيم، هو كمان عنده نفس الحاجة وبيحسها هو كمان كل يوم. ومن يومها بقوا كل يوم بيتقابلوا بعد الجيم نص ساعة يتكلموا ويسمعوا بعض بس. فشايف القصة البسيطة دي هتغير ناس كتير وهتخليهم أحسن. فمش عيب إنك أنت تبقى أحسن زيه وتجرب. فيا سيدي، الوحدة مش دليل على ضعفك، لكنها بتنادي على روحك اللي لسه عايشة وبتقولك أنا هنا، اسمعني، شوفني وافهمني وعبر. لو أنت بتحس بالوحدة كتير، ما تلومش نفسك وتخليها في مكانها، بس كمان ما تسكتش. ابدأ اتواصل ولو حتى بأي حاجة صغيرة. قول لنفسك إنها تستحق إنها تبقى متشافة، إن في حد يبقى متعلق بيها وبيحس بعدم وجودها وبيبقى عايزها تبقى موجودة. حسسها إنها مسموعة ومحبوبة. وأي حد بيحبك هيشوف ده فيك وهيعمله وهيساعدك. فأتمنى إنك أنت بعد الكلام اللي سمعته دلوقتي حالا تبدأ بخطوة، تبعت رسالة
تقرب من نفسك شويه. ولو تعرف تكتب لي وجات لك الجرأة، ممكن اكون حد من الناس اللي سمعوك وردوا عليك، ايه اكتر لحظه في حياتك حسيت فيها انك لوحدك؟ اجي هنا عند نهايه الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا، وان شاء الله تكونوا وصلت لهنا وحسيت بجد انك انت مش لوحدك، وانا معاك وجنبك من غير ما تعرفني واعرفك، وتعرف ان انا بجد بسمعك وحاسس بيك وبحاول اخليك احسن. فخد بالك من نفسك. معاكم محمد صالح موكا. كان في يوم من الايام في المكان ده، وكان حاسس كتير جدا ان هو لوحده، مع ان كان حواليه ناس كتير قوي، بس عرف وفهم، واتمنى انت كمان تفهم. بس تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد اول باول، وما تحسش انك انت لوحدك، وتكون معانا دايما. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد زي ده المره الجايه.